اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بالف خير وسنه سعيده عليكم وعلى امه محمد ان شاء الله. كده ربنا يجعلها سنه سعيده عليكم وعلى اولادكم وعلى كل المسلمين، ويحفظ اولادكم ويحفظ اولادنا جميعا يا رب، ويشيل عننا البلاء والوباء، ويجعلها سنه بيضه كده وسعيده علينا وعلى امه محمد وعلى كل المشاهدين وعلى المتابعين يا رب. امين يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله هنعمل ايه؟ حبه شيبس كده، شيبس احسن من شيبس المحلات. بس اعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وتعالوا يلا نشوف هنعمل الشيبس ازاي مع بعض. اطعم واحلى من شيبس المحلات، وهتشوفوه هنعمله ازاي مع بعض. وما تنسوش لايك للفيديو. جبنا البطاطس بتاعتنا ما نكترش، على قدي 3 حبات كده، وجبناهم قشرناهم، بس يكون من البطاطس التحمير الحلوه. بطاطس التحمير، اصل فيه بطاطس بتبقى للتحمير اللي ما بتحمرش بسرعه دي. نجيبها كده وقشرناها زي ما انتم شايفين كده زي الفل اهي. وهنعملها بالمبشره دي كده. ويلا اما اخلص الكميه اللي معانا ديت هنشوف هنعمل ايه مع بعض. زي ما انتم شايفين كده كره رقيقه اهي، هي مطلعه لنا بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده رقيقه وجميله اهي. ويلا ايه، هرجع تاني نشوف هعمل الكميه دي، اخلصها وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. خلصنا يا حبايب قلب البطاطس بتاعتنا اهي، زي ما انتم شايفين رقيقه خالص اهي. وهتعمليه في بيتك بدون مواد حافظه وبدون مكسبات طعم او حاجات من دي. هنعمله، هنغسل حلو الشيبس بالبطاطس. نغسلها يا حبايب قلب زي ما انتم شايفين كده. نحش الميه اللي بتبقى بتاعتها فيها نشا بيضه دي خالص، هننضفها خالص من النشا بتاعتها اللي بتبقى مبيضه الميه دي خالص، عشان النشا دي بتديها طراوه تاني، بتديها طراوه بعد ما بتتحمر. فاحنا هننضفها خالص من النشا بتاعتها لما ميتها تبقى بيضه خالص. نقعد نغسلها كام مره كده لما يبقاش فيها نشا خالص. نشا البطاطس اللي بتبقى مبيضه الميه دي، لما اللي عنده الميه تنضف خالص كده وغسلناها هنا. وهنشوف هنعمل ايه. ودي يا حبايبي خلاص احنا خلصنا البطاطس، غسلناها وحشنا النشا منها. جبنا ميه مغليه غلى كامل يعني. نفضها كده في البوله بتاعتنا كده مغليه على البوتاجاز علشان الفتل بتاعي باظ. بعد ما الميه اتغلت كده هنعمل ايه؟ هنحط معلقه كبيره خل. هنحط كده معلقتين كبار خل. هنحط كده نص معلقه صغيره كركم، وهنحط معلقه كبيره كده ملح، يعني معلقتين صغيرين بمقام معلقه كبيره. وده بقى هنعمل الشيبس بتاعنا بطعم الشطه والطماطم. دي كده معلقه اللي هي بهارات الشطه بالطماطم. ونقلب ده كله كده مع بعضه، وننزل بالبطاطس بتاعتنا. الميه طبعا بتغلى سخنه نار، هنسيبها كده بس شويه في الميه المغليه دي، ونرجع بقى نحمر الشيبس بتاعنا ان شاء الله. حتى نغطي عليها كده لما نرجع تاني. حبايب قلبي احنا سيبناها كده منقوعه في المحلول اللي احنا عملنا دوت، الخل والكركم والملح والشطه بالطماطم. يعني بهارات كده بتيجي من عند العطار، بهارات للشيبسي بطعم الشطه والطماطم. فشوف بقى الطريقه ازاي. سيبناها في ميه مغليه وسيبناها نص ساعه. لما الميه بردت عليها طريقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. هنحطها بقى كده نصفيها. صفاها في المصفى كده. عايزه بقى تعملي كميه براحتك، تعملي كميه كبيره تعملي، وتحطي برضو تزودي البهارات اللي محطوطه دي والخل والحاجات دي تزودي. احنا هنعمل كده حاجه على قدنا كده لما تشوفوا الطريقه بس كده، وبعدين عايزين تزودوا براحتكم. بس هنسيبها بس على النار اهي. فيها زيت كتير يعني، مش حبه كده، لا حاطين زيت كتير قوي. هننزل بقى بالبطاطس واحده واحده.
مش هننزل بفكه كده نحطها عشان تلزق في بعضها، لا، واحده واحده. شوفوا اللون الجميل بقى، لون الكركم اللي عطى للبطاطس بتاعتنا لون جميل زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. البطاطس بتنزل كده في الزيت السخن بتفشر. نحط كده واحده واحده، مش نحط الكوشه على بعضها يلزق في بعضه، لا. احنا ورانا ايه؟ نلف كده براحتنا ونعمل حاجتنا مظبوطه، وتعملي الشيبس في بيتك لاولادك احسن من المحلات والمواد الحافظه اللي بتبقى مش حلوه، علشان الولاد ياكلوا الحاجات دي. بس يكون البطاطس نوعها من اللي هي حلوه، اللي بتبقى حلوه في التحمير. يا حبايب قلبي، ما بتطول الزيت، يعني ما بتشم الزيت السخن بتفشر كده. ليه؟ وده عشان ان هي كانت طريناها بالميه المغليه وسبناها نص ساعه كده لما الميه بردت عليها. الشيبس بتاعنا بقى اهو مقرمش ولونه ايه خطير. وكمان البطاطس كمان مش من النوعيه اللي هي القوي يعني في التحمير، يعني مش كمان من النوع اللي هي اللي بتبقى برضه صفرة كده وفي التحمير، لا، مش من النوعيه الحلوه برضه، يعني وسط. سامعين صوت القرمشه؟ هنعمل بقى الرصه التانيه. خلاص يا حبايبي، ولسه ايه، لسه بيبدا اخر رصه معانا. هنوريكم الشكل النهائي للشيبس بتاعنا، ولسه كمان هنعمله بطعم الجبنه بطعم الجبنه والليمون والملح والخل والليمون. خلاص يا حبايبي اهو، وخلاص احنا خلصنا كميه الشيبس بتاعتنا. شوفوا الصوت. وخلاص يا حبايب قلبي، عشان زي ما انتم شايفين كده الشيبس بتاعنا خلص. خلاص يا حبايب قلبي، وخلصنا الكميه بتاعتنا الشيبس اهو زي ما انتم شايفين كده مقرمش وجميل اهو. اهو اعمليه في بيتك لاولادك امن، وعارفه عاملاها ازاي في بيتك، وحاجه نظيفه، وحاجه تاكلي ولادك حاجه انت عاملاها بايدك نظيفه ومضمونه، ولا مواد حافظه ولا اي حاجه، والشيبس احسن من اللي بيجي في المحلات اهو يا جماعه. وما تنسوش اللايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في قناه ايام حلوه مع ماما وسلمى. واشوف وشكوا على خير في فيديو جديد ان شاء الله، واشوفكم وشكوا على خير يا حبايب قلبي، ومع الف سلامه، واشكركم جدا، ومع الف سلامه.